أعلن ريال مدريد في بيان يوم الخميس إصابة الحارس الأساسي تيبو كورتوا بقطع في الرباط الصليبي لركبته اليسرى قبل يومين من بداية مشواره بالموسم الجديد للدوري الإسباني. وأضاف مدريد أن كورتوا سيخضع لجراحة في الأيام المقبلة، ما يعني غيابه عن معظم فترات الموسم الجديد. وذكرت صحيفة ماركا أن الحارس البلجيكي أصيب في ميران صباح الخميس بعد سقوطه وغادر ملعب التدريبات وهو يبكي، وتكهنت بغيابه لفترة تتراوح بين 5 و7 أشهر. ويتعين على ريال مدريد تحديد إن كان سيكمل الموسم بالحارس الأوكراني البديل أندري لونين أو سيتعاقد مع حارس جديد في ظل الخيارات المتاحة حاليا. وبدأت الصحافة الإسبانية تستعرض الخيارات المتاحة أمام نادي ريال مدريد للتعاقد مع حارس جديد. ويعتبر الخيار الأول الذي طرحته صحيفة ماركا الإسبانية يكمن في التعاقد مع الحارس الإسباني ديفيد ديخيا، الذي يعتبر لاعبا حرا منذ نهاية عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي بنهاية الموسم الماضي. وينتظر ديخيا الحصول على عرض من فريق أوروبي للعب في صفوفه بالموسم المقبل، وقد يكون هو طوق النجاة لريال مدريد لتعويض غياب الجدار البلجيكي في الفترة المقبلة، خاصة أنه سينضم في صفقة مجانية. ويعتبر الإسباني كيبا ضمن خيارات الريال أيضا، لكنه يبقى معقدا وعالي التكلفة علما بأن حارس تشيلسي مطلوب بقوة في بايرن ميونخ الألماني، الذي بدأ بالفعل التفاوض للحصول على توقيعه. وفي إشبيليا وفالنسيا يوجد حل لأزمة حراسة المرمى في ريال مدريد، حيث يضع النادي الأندلسي حارسه المغربي ياسين بونو في السوق، ويريد فالنسيا التخلص من حارسه دون أن يتلقى أي من الحارسين أي عرض حتى الآن. كلا الحارسين سيكلف التعاقد معه 20 و15 مليون على الترتيب. وأوضحت ماركا أن هناك خيارا أكثر مخاطرة يتعلق بالتعاقد مع الكرواتي ليفاكوفيتش الذي لمع في كأس العالم وما زال ينشط في صفوف دينامو زغرب الكرواتي، وكانت لديه خيارات عديدة للرحيل، لكن النادي تمسك بالحصول على 12 مليون يورو مقابل التنازل على خدماته.